والخناقات ومشاكل الازواج مع الزوجات، واللي احيانا من حاجه تافهه يعملوا منها ازمات. وزي ما بيقولوا عزيزتي الزوجه في الحكم ان اقرب الطرق لقلب الراجل هي بطن، فلازم تبقي ذكيه وتراعي ان في نهار رمضان البطن دي صايمه، وبالتالي فهتبقى دماغ الراجل ونفسيته في انها تبقى راسيه، دي مش دايمه، وشويه فوق وشويه تحت زي الخشبه اللي على الميه عايمه. غالبا في رمضان وخاصه وهو صايم هتلاقيه متقلب المزاج، ودي حاجه متوقعه، ولازم تعرفي ان في ايدك انتي العلاج. فلازم بعد ما يرجع من شغله للبيت في رمضان وهو غالبا مش طايق نفسه وزهقان، لازم يلاقي جو هادي وجميل في المكان، مش دوشه وخناق مع العيال وشغل هناك. واذا كان عندك اولاد واشقياء حبتين فحاولي تشغليهم وتقسميهم لفريقين، فممكن مثلا تخلي البنات تساعدك في ترتيب البيت في المطبخ في عمل طبيخ، والولاد يصلوا الفروض في المسجد، وابعتيهم يجيبوا طلبات البيت من المريخ. وحاولي تخلصي تنظيف وترتيب البيت قبل ما جوزك يرجع من الشغل ويلاقي دوشه وتنطيط، ما هو مش هيخلص من دوشه الشغل ويلاقي في البيت عفاريت. وهنا بقى هنروح للكفه الثانيه وهي حضرتك ايها الزوج الكريم، فلازم انت كمان يبقى عندك تقدير وتخليك حكيم. فكل اللي فات وقلناه للزوجه علشان ترضيك هو عبء مش سهل عليها، وفي واجبات برضو عليك. لو قدرت تساعدها في اي حاجه هي بتعملها فده شيء جميل ويبلها انك في عينيك شايلها. ويا سلام لو سمعت منك كلمتين بيشكروها على وقفتها في المطبخ بالساعتين، دي هتشيلك فوق راسها وجوه العين، ويجي لها باور يكفيها الشغل يومين. ولو كان يومك في الشغل صعب وكله خناقات فحاول تتجنب اي نقاش في اي خلاف وقضيها سلامات، وما تطلعش خلقك الضيق على مراتك اللي واقفه في المطبخ بالساعات. وفي الختام وخلاصه الكلام انه عشان تقضوا في رمضان وقت تمام ما فيهوش مشاكل وكله انسجام، فكل واحد فيكم يعمل اللي عليه بكل التزام واحترام. سؤال الحلقه، في مثل شعبي قلته اللي كان مركز معايا بس هو اللي اخد باله يكتبهولي في الكومنت. ودي كانت حكايتنا النهارده، استنونا بكره في حكايه جديده، نتمنى تبقى ليكوا سعيده، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان ايام وليالي سعيده. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير. رمضان